ندور عماله. رحنا لنا العماره، طبينا لها، لقينا بها مصريين. يابا تردوا لكم عمالها؟ قالوا ايه، نريد عمال محتاجين. خير ان شاء الله. احنا ذول اثنين قالوا باكر تعالوا باشروا ويانا بالعمل. الصبح لبسنا بدلات العمل وإزينا. من خلال الشغل وياهم بالايام تعرفنا عليهم، حكوا لنا عن واحد من ربعهم. قالوا هذا احنا عندنا يسمونه شقي، عند الاردنيين يسمونه ازعر، اما عند المصريين يسمونه بلطجي. قالوا هذا بلطجي. انا من لو حديث نفرزت من عنده وقمت اضوج منه. لا محاكينا الرجال، لا مسولف ويانا، رايح راد بشغله، واحنا ما لنا شغل بيه، ما نتدخل بيهم. مر عليه يمشي. هم المصريين المشتغلين وياهم يعرفونهم. المصريين يشيلون كيسين سميث، يطبقهن اثنين سوا ويصعد به للطابق الرابع. انا اشيل كيس سميث واحد، ولا صعدت الدرجه ظل ارقص، كلي ارجف اظل. مر عليه يمشي، خزرته وهو يمشي، قلت له ها مطي. هو راح سكته، ذب الكيوسه مالته ورجع. انا واقف، رجع وهو مجبل عليه، سحب له سكينه من جيبه، سكينه ام الدقمه. اجى قلت له لاصت علي. اجى وقف يمي قال ايه يعني مطي. شفته ما يعرف كلمه المطي. بس المصريين المشتغلين بالعراق يعرفون كلمه المطي. قلت له المطي يعني عندنا مثل شلون تقولون انتم واحد قدع، يعني كويس، شجاع، سبع، خوش انسان طيب، نسميه مطي. قلت له هيك يعني احنا عندنا هاي كلمه المطي. قال يعني مش كلمه وحشه؟ قلت له لا يابا حق روح ابوي، لا كلمه وحشه ولا شو القضيه. انا اقول لك كلمه وحشه؟ عندنا المطي يعني انسان قدع. شلون انت هيك وهاي يعني قدع نسميه مطي؟ طيب مشي. ايه خلصت منه، ما ادري بيها ترجع على قلبي. ثاني يوم الصبح جيت للشغل، طبيت لقيتهم صباح الخير. خزرني، هو صار يحمدني، اهلا صباح الخير يا مطي. قلت لا صيف، هو عادي هذا راح يصيح وراي مطي، لا اقدر اقول له لا ولا. تعال اشرب شاي معانا يا مطي. قلت له لا رحم الله والديك، انا فعلا مطي، ورطت روحه وياك. المهم اخويا ظلينا نشتغل، كل ساعه يصيح لمطي اخويا بالاسبوع. قلت خلنا حاكي اقول له نلقي السالفه، بس ما اقدر اقول له هاي المطي. قلت له شنو رايك نلقي سالفه المطي، لا تصيح لي بعد. قال الله، في حاجه مش كويسه ولا حاجه وحشه؟ قلت له لا ما ابيها، كل شيء ما ابيها، بس انا ما احب واحد يمدحني. بعد انا مو قايل له يا مال مديح. قلت له ما احب واحد يمدحني، انا انسان مسلم وهذه، والمديح حرام للشخص، فما احب واحد يمدحني دائما يصيح لي يا مطي، وهذه يعني مطي شغله كويسه بس ما احبها. قال والله يا قاسم ده انت مطي و60 مطي. قلت له بعد راسي مطي و60 مطي، ومطي واحد مطي واحد قلتها ابتليت بها، صرت مطي 60 مطي. اخوي اسبوعين طفرت من الشغل. فشاهدنا اخوان، اللي يتدخل بشيء ما يعنيه، هذه شنو لو يهين كرامته بايده، لو يقلل من قيمته.